امبارح في حدث في منتهى الجمال والحلاوة انه ليفربول بيحسم لقب الدوري الانجليزي بعد فوزه على توتنهام 5-1. طبعا انا بجد والله كل ما باجي اتكلم على صلاح مبقاش عارف اقول ايه، يعني بحس المفردات اللي الواحد متعلمها من ساعة لما اتولد مش يعني ما فيهاش حاجة ينفع يوصف بيها اللي صلاح بيعمله. بس هقول لكم كده شوية تفاصيل ومعلومات نتخيل بيها مع بعض. هو لو كان حد من 10 سنين جه قال لنا بص يا عم ابراهيم، كمان 10 سنين كده هيجي لنا لعيب ليفربول هيبقى ما اخدش الدوري بقاله 30 سنة، فهيروح ليفربول ياخد معاه الدوري مرتين في 5 سنين، يعني في 5 مواسم ياخد معاه الدوري مرتين 2020 و2025، وهيبقى هو الهداف التاريخي للعيبه الغير انجليز، يعني اللعيبه الاجانب اللي مش انجليز هو هيبقى الهداف التاريخي بتاعهم. معدي مين بقى؟ معدي تيري اونري، ومعدي فان بيرسي وروبن فان بيرسي، ومعدي اجويرو، ومعدي دروجبا انتوا احنا ومعدي توريس. احنا بنتكلم في وسواريز، واحنا بنتكلم في اسماء احنا شايفين اسماء عامله ازاي، مش يعني مش معدي يعني اسماء، يعني لا ده معدي اسماء بشوف كل واحد فيهم عامل ازاي يعني. خلاص، وهيبقى خامس هداف تاريخي للدوري ككل من ساعه لما يعني اتعمل الدوري بقى انجليز او غير انجليز، وقدامه 3 اهداف بس ويبقى الرابع. وهيقول لي كمان خلي بالك يا عم ابراهيم، ده اللعيب ده اللي هيجي كمان 10 سنين ده هيبقى في الموسم الحالي هو اكتر مساهمه تهديفيه في فرقه ليفربول، يعني هيبقى جايب 28 هدف متصدر بيهم سباق الهدافين، اقرب واحد ليه بعديه 22، واكتر واحد صنع ب 18 هدف، فهو هيكون اكتر واحد سجل في ليفربول وفي الدوري، واكتر واحد صنع في ليفربول وفي الدوري بمساهمات تهديفيه 46 هدف. وهقول لي خلي بالك يا عم ابراهيم، بس ده في نقطه كمان تانية، ده مش بس هو متميز على مستوى الملعب، لا ده انا لسه قاري احصائيه امبارح انه في احصائيه قديمه كانت اتعملت في جامعه اسمها ستانفورد، ان محمد صلاح اثر في انخفاض معدل الجريمه في ليفربول، وانه اثر في وجهه نظر ورؤيه المجتمع الانجليزي تحديدا للاسلام وللعرب. فلما تيجي تحط الكلام ده كله جنب بعضه كده، لا في احنا بنشهد على تاريخ وعلى اعجاز بيعمله محمد صلاح مش منطقي. يعني لو كده من 10 سنين كده حد قال لك الكلام اللي انا بقوله ده، هنقول يا عم انت بتحلم، يا عم انت مجنون، يا عم مين ده اللي هيروح يكسر ارقام تيري وانري ومش عارف ايه وبتاع. فمحمد صلاح يا جماعه بجد يعني لا بيعمل حاجات انا مش لاقي كلام اقوله، يعني مش لاقي كلام يعبر عن قيمه وجمدان الحدث اللي هو عامله او الاحداث اللي هو بيعملها. حاجه مش طبيعيه، يعني حاجه مش طبيعيه.